عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. كنت من فتره كده جيت في الفرع بتاع ستاربكس اللي هو في النايل سيتي بوت، وكنت قلت لكم نفسي اجي الصبح وفي الشتاء، فاحنا دلوقتي في الشتاء والصبح، تعالوا بينا بقى. السيزون ده بالذات اللي هو الخريف ومش بينزل بقيه السنه، فقلت اجربه حتى لو طلع ما عجبنيش بقى يبقى تجربه وخلاص. وهو ده، هو حتى لونه غامق شويه، فعايزه اجربه معاكم. لسه هجربه بقى واشوف رايي فيه ايه. عشان هو لسه ما سقعش قوي. غالبا في سينامون، يعني في قرفه، يعني اول انطباع كده ان في قرفه. مش حاسه ان هو حامي خالص، شويه سبايس كده اللي هو حامي شويه، بس انا مش حاسه بكده خالص، مع ان هي مقلله لي بس 1 بامب. المفروض ان هي كانت تحط لي فيه 4 بامبس، بس هي حطت لي 3 عشان قالت لي يعني ممكن اقلل لك، احط لك 2 أو 3 عشان ما يبقاش يعني انت اول مره تجربي الصوص ده، عشان الصوص ده بيبقى حراق شويه، فانا قلت لها حطي لي 3 بدل 4. بصوا انا لما شربت منه شويه كمان مش حاسه انه بالنسبه لي عاجبني قوي، بس ممكن حد غيري يعجبه. بس ما يتقالش عليه وحش ولا يتقال عليه واو، يعني انا بالنسبه لي مش واو ولا وحش، عادي هكمله وهشربه مش هسيبه. يعني انا قلت ممكن ما يعجبنيش ان هو هرميه، لكن لا هو عادي انا هكمله كويس. بس اطلبه تاني زي ما قلت لكم صعب، ممكن يكون كتير او ممكن ما تحصلش خالص، الله اعلم. بس ممكن حد غيري يعجبه، مع ان انا بحب السينامون والقرفه، بس مش حاساها قوي يعني. بس حتى تقريبا رشين قرفه فوق الوش، رشين سينامون فوق الوش اهو على الكريمه. فرع من ستاربكس ده بالنسبه لي هيبقى احلى فرع لغايه دلوقتي، غير بقى لو عملوا فروع تانية يعني. بس انا رحت معظم الفروع زي ما قلت لكم، رحت في المهندسين ورحت اللي في المولات. ده بالنسبه لي احلى فرع عشان على النيل. انا بحب اي حاجه في القهوه، يعني بحب ان انا لو قاعده على البحر او النيل وبشرب قهوه ومعايا الناس اللي بحبهم، فدي بالنسبه لي كده خلاص، يعني ببقى مبسوطه جدا. يعني البنوته قالت لي وانتي خارجه قولي لي رايك، هقول لها رايي بقى وانا خارجه. برضو في الوقت ده من السنه اللي هو الوقت بتاع الشتاء، برضو الايس توفي نوت لاتيه برضو بيبقى موجود. الاول ما كانش فيه مكان في الاوبن اريا اول ما جينا وقعدنا بره، بس
برضو على النيل بس جوه. بعد كده بقى لما المكان فضي في الاوبن اريا طلعنا. تعالوا بقى احكي لكم قصة القهوة دي اللي بتبقى موجودة في ستاربكس في الوقت بتاع الخريف. كان في شيف في أمريكا اللاتينية كان عامل توليفة معينة من القهوة، وكان بيقدمها على العشاء في وقت الخريف لما كان أوراق الشجر بتتساقط، وستاربكس اشترت منه الفكرة دي. والمرة دي كمان صورت لكم شوية من الكابس اللي كانوا موجودين هناك، كان في أشكال جديدة عن المرة اللي فاتت، وكمان صورت لكم الأسعار عشان لو حد حابب يعرف. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او اشتراك للقناة لو ما اشتركتوش، وبجد ميرسي لاي حد بيتفرج على الفيديو لغاية الاخر. ولو لقيتوني بغني في الاخر ده انا كنت بغني مع اغنية حماقي كده كانوا مشغلينها وانا خارجة. وبس هتوحشوني قوي، باي باي.